بسم الله الرحمن الرحيم. اخوات اصحابي حبايب العرايس اللي بيسالوني عن ترتيب النيش وترتيب المطبخ، ترتيب الدولاب، رصات العرايس، الحاجات دي بصراحه مفيش حاجه محدده ان لازم الكل يمشي عليها. هو كل واحد بياخد الحاجه المناسبه معاه. في ناس بتحب الحاجات البسيطه السيمبل الهاديه، وفي ناس بتحب تبين كل حاجه هي جايباها حتى لو كانت هتعمل زحمه في المكان. انا قابلتني الفيديوهات دي فقلت انزلها لكم وقلت اعرضها عليكم، منها بتاخدوا افكار ومنها في حاجات بتكون انت ما انتش واخد بالك منها بتجيبها، او حاجات انت جايبها وتحس انها ملهاش لازمة وزحمة الدنيا على الفاضي. اللي احنا شايفينه هنا رصات طقم السفرة في النيش من تحت على الخشبية من تحت، ورصات الدولاب والفوط، وهيجي في نهاية الفيديو ازاي بيرصوا ويطبقوا الفوط بالشكل المعين ده. انا برضو قلت اجيبها لكم واعرضها عليكم يمكن حد منها يستفاد. واي فيديو بيتعرض واي حاجة احنا بنشوفها مش شرط انك انت تعمل زيها، انت خد المناسب منها بس، الحاجة المناسبة معاك وسيب اللي مش مناسبة. لكن في النهاية كلنا متفقين ان تبادل الافكار والاختلاف بيولد فكرة جديدة وبيولد حاجة ان شاء الله بإذن الله بتطلع كويسة. طبعا ترتيب المطبخ كله مش باين هنا، هو كان جزء معين اللي كان موجود في الفيديو، كان التركيز الأكتر على النيش والدواليب زي ما هيجي دلوقتي. ده كان جزء بسيط في المطبخ. باين فيه الصواني والترامس والقوالب، حاجة بسيطة بس كده، والميكرويف اللي فوق، الفرن اللي فوق. ده بقى ترتيب الدولاب بالشكل المعين ده. الهدوم معمولة بالشكل ده وليها تطبيقة معينة وهتيجي دلوقتي. هدوم الشتوي، الترتيبة اللي تبين التطريزات الاسترسات اللي عليها، تطبيقة دولاب أو ترتيب دولاب العروسة. في أفكار جديدة. رجعنا تاني لنيش المطبخ زي ما احنا شايفين مع بعض. كل ما كان الترتيب واخد شكل تناسق ألوان مع بعض، تناسق مثلا السادة مع بعض اللي نطعمه بحاجة ملونة، كل ما بيبرز جمال الحاجة بتاعتنا. الزحمة ملهاش لزوم، الزحمة في المنتجات ملهاش لزوم. ده فيديو تاني أنا دمجته معاه لطريقة ترتيب الفوط بالشكل المعين اللي احنا بنشوفه في دولاب العرايس زي ما احنا شايفين مع بعض كده. موضوع بسيط وسهل، هي بتبقى ممارسة مش اكتر. هيجي دلوقتي حاجة تانية. زي ما احنا نشوف مع بعض وبنتعلم مع بعض كده. ارجو ان اكون بالفيديو ده افدت ولو جزء بسيط.